عاجل. إيقاف إمام عاشور وتغريمه 1,000,000 جنيه. عدلي القيعي يوجه رسالة نارية لإمام عاشور مدافع الأهلي يطالب بقطع إعارته. كولر يمنح لاعب الأهلي فرصة أخيرة ويقرر مشاركته في المباريات. قرر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب وسط الفريق 1,000,000 جنيه بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم مشاركته في مباراة استاد أبيجان. وأضاف المصدر: في ميران الفريق أمس الأربعاء غادر أمام عاشور الميران والمحاضرة دون حضورهما اعتراضا على الغرامة. واستكمل: محمد رمضان قرر خضوع اللاعب لمران منفرد اليوم الخميس رغم حصول الفريق على راحة من التدريبات اليوم استعدادا لمباراة البنك الأهلي. وقال مصدر: اعترض إمام عاشور على كولر وقال ألفاظ سيئة لمحمد رمضان وتم تغريمه 1,000,000 جنيه وإيقافه أسبوع. اللاعب يقيم بسلوكه والتزامه. علق عدل القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي بشأن الجدل القائم على إمام عاشور والعقوبة الموقعة على لاعب خط وسط الفريق، كما وجه رسالة هامة للاعب والجماهير. قال القيعي في تصريحات تلفزيونية: غرامة إمام عاشور خطأ الشاطر ب1000. عندما تكون نجما كبيرا والناس تضعك على الرأس، لا ترتكب أخطاء المبتدئين. لا أتحدث عن انفعال لحظي أو تصرف فردي. عندما يتكرر من النجوم بالأخص يجب أن نتوقف. وأضاف القيعي: اللاعب يقيم بأدائه وسلوكه والتزامه وجماعيته، وليس لأنه أمهر لاعب. أمهر لاعب سيحاسب بقدر المتوقع منه. واستكمل: النجم إذا لم يذوب في جماعية الفريق لن ينجح بمفرده، وهذا في كرة القدم والسلة. واستطرد: لاعب الأهلي الحزين من عدم المشاركة، هذا لأنه غير مستوعب المشهد. المدرب يمنح النجوم راحة في مباريات لكي يستغلهم في مباريات أخرى، وهذا لمصلحتك ولمصلحة الفريق. واختتم: لذلك أقول لجماهيرنا لا تعلي النجوم بشكل مبالغ فيه لكي لا يشعر أنه غير قابل للمس. نحن بشر وكل لاعب سيأتي عليه لحظة ويرتاح أو يحاسب على أدوار لا يفعلها. إذا كان النجم ليس في إطار المجموعة سيكون مضرا. لا أتحدث عن إمام عاشور، ولكن أتحدث بشكل عام لأي لاعب يخطأ. قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي منح فرصة للاعب الفريق في الفترة المقبلة ومشاركته في المباريات. وقال مصدر في تصريحات خاصة إن كولر قرر منح المغربي رضا سليم فرصة للمشاركة في المباريات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة. وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تدرس الإبقاء على رضا سليم حتى نهاية الموسم من أجل حسم موقفه بشكل نهائي وعدم رحيله في يناير. كنا يتردد. ويشعر رضا سليم لاعب النادي الأهلي بحالة غضب شديدة بسبب عدم مشاركته في المباريات بشكل أساسي في الفترة الأخيرة. وفي حال مشاركة اللاعب بيتم الدفع به في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري. مدافع الأهلي يطالب بقطع إعارته والرحيل نهائيا عن الفريق. يسيطر الغموض حول مستقبل اللاعب القطري يوسف أيمن مدافع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة مع الفريق. ولم يظهر يوسف أيمن بالشكل المطلوب مع المارد الأحمر خلال عدد دقائق المشاركة المحدود ضمن منافسات بطولة الدوري. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة البنك الأهلي بالدوري المصري. وكان الأهلي قد أعلن انضمام يوسف أيمن خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الدوري القطري بعقد إعارة لمدة موسم واحد. وأكد الإعلامي خالد الغندور أن المدافع القطري يوسف يشعر بأنه خارج حسابات المدير الفني كولر نهائيا ولا يعتمد عليه في شيء، لذلك يرغب في الرحيل للحصول على عدد دقائق أكبر. وتحدث خالد الغندور عبر تصريحات تلفزيونية: يوسف أيمن يرى أنه خارج حسابات كولر، وطالب برفع الحرج عن كولر بتدخل مسؤولي الأهلي.
وتابع: مسؤولي الأهلي سيجتمع مع كولر، وعندما يتم اتخاذ القرار النهائي سيتم الموافقة على طلب اللاعب بالرحيل.